الحمد لله الذي خلق الإنسان وأحسن إليه وجعل له امرأة وسلطها عليه تأكل كده وتلطم خده وتلعن أباه وجده تسيء إليه إذا أحسن إليها وتقابله بالقسوة إذا أشفق عليها عيشه معها محدود الراحة. ألا من كان عازبا فليحمد الله ومن كان متزوجا فليذكر شكواه إلى الله. عباد الله، إن المتزوجون في أغلال من حديد وكرب وبأس شديد لا لهم عيش وليلهم